السلام عليكم. سيشن جديدة. خلينا بقى نتكلم في السيشن دي عن جزء من أهم الأجزاء. هو طبعا إيه عربية التسوق، التو كارت أو الكارت عامة. ماشي. آه طبعا هنا الموضوع هيبقى شوية يعني مينيمايز، بس احنا هنحاول زي ما عملنا في الفيديو اللي فات ان احنا نشوف اكزامبل على ريل ويب سايت، يعني زي نون امازون اي حاجه، عشان بس يبقى انت عندك خلفيه بالحاجه وممكن تزود تست كيسز يعني. طيب ماشي. الاد تو كارت ماشي خلاص، خلينا نشوف. احنا هنفكر فيها ازاي. هو الاد تو كارت عامه انت يعني انت بيبقى عندك مثلا، هي طبعا شكلها ما بيبقاش كده يعني، بس whatever يعني. ان انت تقدر تضيف منتج للعربية وبعدين هو يظهر فيها. تمام. وبعدين انت من خلال العربية دي تقدر ان انت تكمل الايه احنا طبعا هنكمل الاد تو كارت والتشيك اوت والكلام ده كله هناخده معانا في السكة يعني. تقدر انت تكمل من خلال العربية ان انت تكمل خلاص ان انت تشيك اوت وتشتري المنتج وتكونفيرم يعني كل حاجة والدنيا تمام. تمام خلاص. تمام خلاص ماشي. نيجي كده نفتح الاكسل عندنا. هنجيب بقى، هنعتبر ان ده يوزر ستوري رقم 3، تيست كيس رقم 1. ماشي. description بقى. اول تيست كيس انا هفكر فيها معاك هقول verify user can add item to cart. بس كده جنرال كده انا تشيك ان اليوزر يقدر يقاد الايتم تو كارت، يعني الفانكشناليتي عامه بتاعتها شغاله. بدل ما اقول فانكشناليتي هقول لك بس ان ان اليوزر. انت ممكن وانت يعني وانت بتكتب الكيس هي لها كذا صيغه على حسب انت ايه راحتك، فملهاش رولز معينه يعني. بس اهم حاجه توضح انت بتعمل ايه. verify user can add item to cart. انا عاوز اتشيك بس ان اليوزر يقدر يدخل ويقاد. خلاص هقول طبعا انجليزي وعربي. انجلش عربي. هاي طبعا. آه، احنا بنكتب بس اول تيست كيس كده افتتاحية، وبعدين ان احنا ايه بنسكيب الحاجات دي كلها عشان بس الوقت. open web site هيريما إيجاه or آه go to products. آه add any product to cart. ال expected result بتاعتنا هنقول user can add any item to cart successfully. ماشي. بس كده انا اليوزر كان هو قادر ان هو يضيف الايتم عادي يعني مفيش مشكله، يعني هو قادر ان هو يضيف. طيب احنا كده ايه كفرنا اول تيست كيس ان انا لو جيت هنا مثلا وقلت اد تو كارد خلاص هو هيضاف البروتكت للكارت عادي جدا مفيش مشكله. خلاص احنا دلوقتي جوه الكارت، خلاص احنا ضفنا الايتم جوه الكارت. طيب حاجه اقول لك تيست كيس تانية، خلينا واحنا لسه ايه بره شويه. حاجه اقول لك فيريفاي او سيناريو تاني يعني، ممكن لو زودت كده. ها. تاني انا عاوز اتشيك ان لما اضيف من بره ايتمز هتسمع يعني لما ازود ايتمز او لما اضيف كذا ايتم من نفس البرودكت هتسمع في العربيه.
ولا مش هتسمع يعني؟ ال الكوانتيتي هتتابديت ولا هتفضل زي ما هي؟ طيب هقول له verify user can add آم، ماشي، خلينا نقول verify user can add آه، أنا بس بفكر معاك. احنا عاوزين نقول ان اليوزر يقدر يضيف. ماشي، هنقول verify user can add any numbers. استنى، خلينا بس ايه نفكر فيها الاول. احنا عاوزين العنوان، اصل العنوان مهم. فاحنا بقى شوف، انا بفكر معاك لان انا بكتب طبيعي هعمل كده، فمش انا مش هقطع حاجه عشان تفكر انا بقطع واجيب لك العنوان على طول. انا عايز اوضح له ان انا يعني ان انا اقدر خد بالك انا ما اشتغلتش قبل كده على اي كوميرس. يعني برضو التوضيح، يعني اشتغلت بانكينج، جي ار سي، حاجات كتير كده، فما اشتغلتش اي كوميرس يعني. فانا عاوز اقول له ان ان اليوزر ماشي، هنقول له ماشي، خلينا نقول verify user can add same آه... لا احنا مش عاوزين نقول له هو يقدر ياد سيم، هو هياد سيم برودكت، احنا عاوزين نقول له ايه؟ اوكي، verify quantity دي of products on cart increase when user add uh, when user add same product more than one، اكتر من مرة. طيب اكتر من مرة دي هشمل بقى كتير بقى يعني. شوف انا يعني بفكر معاك، انا لو انا مع نفسي بقى ادي لنفسي، بس انا عاوز انجز بسرعة في التفكير. انا عاوز اشيك الكوانتيتي بتاعت البرودكت هتزيد لما نقاد سيمي برودكت اكتر من مرة، هتزيد ولا مش هتزيد؟ خلاص. طبعا انجليزي وهاي، برضو احنا اي حاجة جوه الكارت هي هاي عامة. هنقول له اوبن ويب سايت جو برودكت اد ان برودكت. هقول له يعني add same product again تشيك بعد كده تشيك quantity of this product on cart. Okay. هذا it is expected that the quantity of a product increased by numbers by numbers of users he want، يعني بالعدد اللي هو عايزه. انا عاوز اضيف مرة 5 مرات، يبقى لازم تسمع معايا 5 مرات. تاني حاجة هقول له يعني verify price of product. اول حاجة خالص قبل ما نقول في الزيادة is appear correct on cart like on uh, product details. product details مهم. انا عاوز اشوف ان السعر بتاع البرودكت هيبقى هو اما عادي، هيبقى هو نفس اللي كان في العربية ولا لا. طيب آه... هاي add in product check price verify that the price is the same like in product details. okay. uh, the price should be the same، بس كده. لان خد بالك انت مش لازم يعني احنا بعيد واكرر لك الحته دي
ده اهم حاجه، توصل انت عاوز تعمل ايه بس. ده اللي انا عاوزه. ماشي. هنقول له ايه تاني؟ احنا قلنا خلاص ماشي. آه verify that price increase when increase num number of products. طيب، السعر هيزيد ولا هيفضل لما انا ازود نفس البرودكت؟ طبعا هنقول نفس الخطوات. add more than one product and verify ايه السعر. بص بقى، عشان في حد النقطة واحد هيقول لي ايه هي الليميتيشنز. يعني ايه الليميتيشنز؟ يعني انا اقدر اضيف عدد لا معين من البرودكتس زي ما شفنا في نون المرة اللي فاتت، كان ما بيقبلش مني من نوع الموبايل الواحد اكتر من 3 موبايلات، وكان في الساعات ما بيقبلش اكتر من 10 ساعات، لكن من انواع موبايلات مختلفة كان يقدر ان هو يقبل منك 100 موبايل. دي بج ولا لا؟ انا صراحة ما اعرفش. ليه؟ اكيد هم عندهم بيزنس معين، بس للشهادة يعني للصراحة انا شايفها ان هي بج. ليه؟ لان نوع الموبايل ده موجود فيه في الستوك 5، وانت بتخليني بس اضيف طب ليه؟ طب ما تخليني اشتري ال5. طب انا عاوز يا عم، انا عاوز اشتري ال5 يا عم. انا راجل يعني كريم جدا وصاحب شركة، وعاوز اجيب مثلا لموظفيني هدايا موبايلات مثلا، كنت عامل وات ايفر. يعني ايه السبب اللي انا عاوز اشتري ايه؟ يعني مش فاهم ايه المشكلة لما انا اشتري 5 موبايلات مع بعض عادي. ايه اللي فيها؟ مفيش مشكلة. فالفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها ان انا لا شفت لا هي، هما مش عاملين ليميتيشن للمبلغ في العربية، مش عاملين. هما مش عاملين، هما بس انت ما تقدرش تضيف اكتر من 3 موبايل. فانا صراحة شايف ان دي بج. فانت بتعرف بقى من البيزنس اللي عندك في ليميتيشنز، وبناء عليها بتكريت تيست كيسز. يعني لو البيزنس قال لك مفيش ليميتيشنز على عدد الايتمز حتى لو كانوا من نفس النوع، فانت هتكتب تيست كيس فيريفاي user can add any numbers numbers of same product to cart. طيب، انا بقى بتشيك ان اليوزر يقدر يضيف اي عدد من نفس الايه، نفس النوع. طب جه قال لك ايه؟ انت تقدر تضيف بس عندك one limitation. لو اللي موجود في الستوك 5، ما تقدرش تضيف اكتر من 5، لانك لو وصلت لل6 هتبقى كده اوت اوف ستوك. انت عندك واحد ما هيوصلش. طيب، هنقول له هنا verify user uh, can add only numbers. خليها numbers، هي numbers ماشي، of same product that on stock only. يعني انا عاوز اشوف ان، طبعا بكتب معاك بسرعه، انت ممكن تظبط التسكيس احسن مني. يعني ممكن تخليها تفكر، يعني تفكر فيها اكتر من كده، عشان احنا بس في فيديو، فانت ممكن طبعا. انا بديك بس السيناريو. انا عايز اقول له ان انا اقدر اضيف بس العدد بتاع النمبر اوف، يعني ما اقدرش اضيف اكتر منه. حتى في الاكسل هنقول له user can add any numbers of the same product that only on the stock. زي تقول لي ان اون ذا ايه، يعني هو هيقدر يضيف عدد بس اللي بس جوه الستوك، ما يقدرش يضيف اكتر من كده. لو انا جيت اضيف اكتر من كده يبقى هو اللي دي بج. طيب، في اللي فوق دي، لو انا عندي هنا، خد بالك، لو انا عندي هنا
يوزر كان اد نمبر اوف سيمي برودكت. لو انا عندي هنا ان مثلا نمبر اوف ستوك في البتاع ده 100 او اسره ما حاجه طوال 10، وما يقدرش يضيف الا 5، دي بقى بج بالنسبه لي انا. فعندي 10 فيقدر يضيف ال 10 عادي جدا. تمام كده، يبقى احنا كده عرفنا حته ان انا اقدر اضيف اي عدد، حته ان انا اقدر اضيف وخد بالك بقى ان انت ممكن يبقى عندك ليميتيشنز ثانيه على حسب كل ايه بيزنس بقى. فانت بناء على الليميتيشنز دي انت هتقدر انت تعمل سيناريو، يعني هتقدر انت. فاحنا كده كفرنا حته ان احنا نقدر نضيف اي عدد في الستوك، ونقدر نضيف قلنا البرايس هيتشنج معاه. كفرناها. المفروض في الاخر التوتال بتاعي يتشنج. خد بالك في ناس بتقول يعني ان دي بج. لما مثلا انت مثلا انا ضفت مثلا ايه كنت ضيف ده، لكن دي المفروض تتغير. لا انا صراحة شايف ان هي لا، انا هو مديني سعر الواحد، بس انا شايف ان انا آه التوتال عندي بيزيد صح، خلاص مفيش مشكلة. طيب في عندي واحدة تانية هقول لك verify user can increase or decrease number of items on cart. اه يعني حتة ان تزود وتنقص، يعني ان انت تقدر تضيف تزود عدد الايتمز من خلال العربية او تقلله. طيب verify user can delete item from. طبعا دي مهم، يعني ان اليوزر يقدر ان هو يمسح، او مش يمسح، يقدر ان هو يحذف الايتم ده من الايه من العربية. طيب آه... م- 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 طبعا انا عاوز اقول لك دلوقتي، كنت جات في دماغي حاجه انا اقول لك فيريفاي المسج اللي بتظهر لك لما تكون العربيه فاضيه، بس دي طبعا انا هحسبها لك مع اليو اي، ان انت تشيك اليو اي يعني الرسائل اللي بتظهر والكلام ده كله. هنقول ايه تاني في العربيه التسوق دي، هنقول ايه تاني؟ آم... يعني مش جاي في دماغي حاجه دلوقتي. ممكن اقول لك احنا قلنا ان احنا نحذف ونضيف ونزود وننقص. ممكن يبقى في سيشن معينة. ما هو انت ممكن آه بس دي في فاليديشن بقى، يعني انا مش هكتبها لي انا في فاليديشن. انت هتسأل البيزنس اناليست اللي عندك او البرودكت اونر، هتقول له يعني في عندي سيشن معينة ان الايتم دي هتفضل موجودة في الكارت دي لمدة معينة ولا مش هتفضل. بس لو هتفضل هتقول لي فيريفاي بقى ان لو مثلا لو اقول لك لو الحاجات بتفضل في العربية. اه في عندي يعني حاجة مهمة فيريفاي. ه... قبل ما اكتبها هقول لك انا إيه اللي جه في دماغي. انت مثلا راح تشتري موبايل مثلا ايفون مثلا، انت ضفته للعربيه وهو سعره 30000، فجه الراجل اللي بيبيع لك لا انا هعمل ديسكاونت بلاك فرايداي اخصم 20%، فمثلا لقيت الموبايل بقى ب 25000. انت كنت ضايف للعربيه هو ب 30، حاليا بقى في البرودكت ديتيلز بقى ب 25000. هل هيتغير ولا لا؟ المفروض يتغير طبعا. فيريفاي برايس اوف برودكت تشينج اون كارت when. لا هي مش هتكتب كده. معقدة شوية في الكتابة، يعني عاوز اقول له ان السعر هيتغير. اه هي صراحة كتابتها انا في دماغي ايه، عاوز اقول له ان السعر هيتغير لما لو انت كنت، بس انت لو انت كنت ماشي خلينا اقول لو انت كنت يعني. ماشي استنى، انا بفكر معاك بسرعة، يعني انا مش بعمل قط للحاجات دي. ماشي هقول verify price of product on cart change. على فكرة ممكن ماشي هقوله، ممكن اقول له ان verify there are link between price on ثواني verify
uh, is there are link between a price of product on product details and cart. هقول له مثلا بقى في الاكسبكتد بقى، يعني expected that if expected، انا اكتبها expected that expected if user add any item to cart with price, and after this price change on product details, so should be changed on cart. طبعا في الاكتيفيتي بتقدر تشرح بقى، بتقدر تشرح يعني اكتر من التايتل، فانا التايتل ممكن تكتب حاجه زي ما انا قلتها كده، يعني تجرب اي طريقه يعني. طيب، حاجه جبنا البرايس. طبعا كل ده ينطبق على النيم، ينطبق على اي حاجه بتكون موجوده. ماشي. أم... خلينا اقول ان عندك هنا أه... ماشي، عشان بس نطلع من add to cart، خلينا ممكن نقول verify data of product appear. ممكن اقول له مثلا name quantity price picture، كل الكلام ده كله is appear correct on cart. انا بالنسبه لي كده انا كفرت الاد تو كارت. لو انت عندك مثلا، ممكن يبقى انت عندك اللي كمان بقول على طول، ممكن يبقى انت عندك تيست كيس تاني، تيست كيسز تانية، ممكن يبقى عندك اقل من كده. يعني ده تبقى دماغك انت في الموضوع ده يعني. طيب، خلينا نكمل لحتة ان احنا جو تشيك اوت. خلاص انا اخترت ان انا طبعا ده لو انت مش كنت مسجل مثلا، فهيطلب منك ان انت تسجل. طيب، انا سجلت خلاص. دي صفحة التشيك اوت، طبعا هي بسيطة جدا جدا هنا يعني. طيب، في عندك بقى ايه ليميتيشنز، يقول لك وانت بتست انت ما تعملش تشيك اوت، يعني ما تكملش العملية، ما تكملش البروسيس. ده اوت اوف سكوب. في معظم الحاجات بتبقى اوت اوف سكوب يعني. ماشي. نيجي هنا للصفحه اللي قدامك دي. الصفحه اللي قدامك دي فيها الستاك ديمو، العنوان اللي بتاع، فيها الشيبنج. خد لك الحاجات دي كلها، ستاك ديمو، الاوردر سامري، التوتال، مش عارف الزرار شكله ايه، الحاجات دي كلها انا بحطها لك ضمن اليو اي، لان اليو اي انت بتفيريفاي الحاجات دي كلها. تاني عشان لو انت نسيت بتفيريفاي الحاجات دي ازاي. عندك طريقين، يا اما اليوزر ستوري يا اما الفيجما. اليوزر ستوري يعني انت بتشوف هو بيبقى كاتب لك انت هيبقى عندك الشيبنج ادرس، في عندي first name last name الادرس state البوستال كود. كل ده هيقول لك مثلا first name only accepted حروف، اللاست نيم برضو characteristic حروف، الادرس له حاجة معينة، الستيت والبوستال كود only accept numbers مثلا. ما ينفعش اكتب هنا مثلا كده، اقول له تمام، يجيب لي المفروض يضرب لي ايرور مسج.
هو اساسا انت ممكن تعمل سبميت تقريبا يعني. لا موجودة، ماشي. كويس. ماشي. هنقول له ايه بقى في التشيك؟ ممكن تفتح صفحة جديدة هنا، عن التشيك اوت. بس احنا هنكمل عادي تحت هنا يعني. هنقول بقى فيريفاي ايه. بص بقى يا سيدي، هاجي هنا اقول له فيريفاي. انا بالنسبة لي مثلا هكون واخد ان الفيرست نيم يعني خد بالك في نقطة وانا عاوز اعملها هنا بس كده. انا بحط سبيسز بس ان احنا ايه نجرب مع بعض. شوف. ماشي. خلينا نضيف اي برودكت تاني. تشيك اهو. انت شفت اللي حصل؟ ايه بالسبيسز بس. اللي حصل بقى ايه دلوقتي؟ ان دي حاجة مهمة جدا جدا، ان في فيلدز كتير بتقبل only spaces. طبعا باج كارثية. بيعتبر ان ده كلام او ده كاركتر، لان السبيس ده المفروض هو بالنسبة لك يعني انت في احيانا الفيلد ذات نفسه او الديفلوبر بيخليه ان هو كاركتر، ان هو حاجة اتضافت. بس انت شفت طب انا قبل مني عدد السبيس. طيب خلينا نكمل. وليكن الراجل اللي كاتب الحاجة قال لي الفيرست نيم should accept only character and numbers فقط. خد بالك. بص، وكاركتر مش وان كاركتر، يعني should accept at least 6 characters، 6. and numbers. والنمبرز اوبشنال يعني ممكن ما يقبلش، مش اجباري. فانا هقول له ايه؟ بس يعني المانداتوري في الموضوع ان هو يقبل، الزامي يعني ان هو يقبل لك كاركتر. فتعالى كذا تيست كيس.